بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين المقهورين والمبعدين عن الديار. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى ولدك المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، بالساق المرضوضة بحلق الحديد. سادتي ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بنفسي الذي لاقى من القوم صابرا أذى لو يلاقي يذبلا ساخ يذبل. سلام الله عليك يا مولاي أيها الصابر. بنفسي الذي لاقى من القوم صابرا أذى لو يلاقي يذبلا ساخ يذبل. وحيد بعيدا عن الأهل والأوطان لم يزل ببغداد من سجن لآخر ينقلون وحيدا يعاني لوعة السجن مثقلا. اي والله يستاهل الإمام دمعتك. وحيدا ما عنده واحد إمامك الكاظم، وحيد فريد في زنزانة لا يعرف منها الليل من النهار. وحيدا يعاني لوعة السجن مثقلا ويرفل بالأصفايات وهو مكبل
ودس له السم ابن شاه كغيلة، ودس له السم ابن شاه كغيلة، فأدرك منه الريج ما كان يأمل، فمات. أيوا سيدنا أيوا كاظمة، فمات سميما حيث لا متعطف عليه ولا حان عليه يعلل، فبقى ملقى على جسر الرصاف، فبقى على جسر الرصافة نعشه، له الناس لا تدنو ولا تتوصلوا، ونادوا على جسر الرصافة حوله، ندى له السبع طبايا، اقتزلزلوا حلان بدايل الدمع عيون، على القوض غريب بسجن هارون. اي والله بسجن هارون مقيد بالحديد وزرق المتون، والله المتون وين هاشم خلي يحضرون، والجثة الكاظم خلي شيعون، بسام يا ثغر بالفرح ما يوم، والله بسام يا مؤمن حظم غديت اللظوم، والله بسام على اليمن على المات بسجن هارون. اي والله اريد رده من عندك، ها جاوبني، ها والله على المات بسجن هارون. اي والله بس يا مظلت على الجسر جثة رمية، يا وظلت على الجسر رجفنا رمينا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قضاء لحوائجكم وتيسيرا لأموركم وشفاء لمرضاكم ومرضانا، عطروا هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. عرف الإمام الكاظم سلام الله عليه بكاظم الغيظ، ولعل أنك بمجرد أن تقول كاظم الغيظ يتبادر إلى ذهنك الإمام موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه. القرآن الكريم تحدث عن هذه الصفة المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها كل من أراد أن يكون من أهل الجنة التي وصفها القرآن كعرض السماوات شنو والأرض. والآية المباركة قالت: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت. يعني الجنة شنو موجودة، أعدت، يعني أعدت للمؤمنين، أعدت للمتقين. كما أنه في آيات أخرى النار أعدت لمن؟ يعني الآن جنة واكو شنو أعدت، يعني معدودة القضية، يعني جاهزة، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة. هاي حتى إذا بلغت شنو الحلقوم، بعد ما طلع الروح، يعني أول ما يعاين الإنسان جنة. إذن الجنة معدودة، الجنة جاهزة لأهلها، كما أن النار جاهزة إلى أهلها. الجنة جاهزة، النار جاهزة، حاضر، بيتك حاضر مثل ما يقولون، البيت حاضر، إما جنة إما نار. إن شاء الله أن نكون من أهل الجنة إن شاء الله ببركة ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليه. لكن أعدت، شوف كلمة دقيقة، أعدت. على كل حال، فالآية المباركة لمن هذه الجنة التي أعدت للمتقين عرضها كعرض السماوات والأرض؟ لمن؟ قالت: الذين ينفقون في السراء، هي أول صفة، والضراء. ثانيا: والكاظمين الغيظ. ثالثا: والعافين عن الناس. رابعا: والله يحب المحسنين. إذن هناك 4 صفات أعطيت لهؤلاء، راح نتعرض إلهن، ولكن نقف على كظم الغيظ باعتبار أن الصفة البارزة في حياة الإمام سلام الله عليه هي كظم الغيظ. وما هو فائدة كظم الغيظ؟ لأنه نعتقد أن هذه الصفات التي عرف بها الأئمة عليهم السلام، يعني مثلا لما نقول الصادق، إذن لها دور في حياة الإمام الصادق. لما نقول الجواد، لما نقول الرضا، يعني هذه الصفات التي اشتهر بها كل إمام، هذه الصفة لها دور في حياة ذلك الإمام، يعني مو جت اعتباطا. لأن بعض هذه الألقاب ايش تعبر عنها؟ هذه كثير من عدها توقيفية، يعني متوقفة على إذن الشارع، جاءت من الشارع المقدس، يعني مو واحد حطها، مو مرة حكم من اختراع الإنسان أو
يعني من موضوعات الإنسان، كما موجودة كثير من الأمور، يعني ما أريد أتعرض لها، ولكن أكو أمور توقيفية يعني متوقفة على إذن الشارع. الشارع يكون يقول هكذا، فإذا قال الشارع انتهت الأمر بعد خلاص. فكثير من هذه الألقاب التي أعطيت للأئمة عليهم السلام هي من الشارع توقيفية يعني. إذن هذه الصفات لها دور كبير في حياة شنو هذا الإمام سلام الله عليه، وراح نبين إن شاء الله تعالى. ولكن سبحان الله لما تراجع حياة الإمام الكاظم عليه السلام تجد هذه الصفات التي ذكرتها الآية المباركة كلها مصادقها وتطبيقاتها عند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. يعني مثلا الذين ينفقون في السراء والضراء، الإنفاق. أكو عبارة لما تقرأ بحياة الإمام الكاظم، أكو عبارة يذكرها المؤرخون، العبارة هي صرر موسى بن جعفر عليه السلام، حتى اشتهر بين الناس: عجبنا لمن تصله صرر موسى بن جعفر ويشكو الفقر بعد ذلك. يعني هكذا كان الإمام سلام الله عليه صرره، يعني صر الشيء الذي توضع أو يوضع فيه المال، صر قطعة من القماش يوضع فيها المال وتصر يعني تحكم ثم يبعثها الإمام سلام الله عليه، وكان يضع فيها ما يغني الشخص 200 و300 و1000 دينار. ذاك اليوم الدينار مو دينار يعني كاغد، ذاك اليوم دينار ذهب يعني، وإلى قيمته يعني ما تسقط قيمته. هاي الآن الدنانير اللي عندنا الآن، هاي الأموال يمكن بجرة قلم واحدة تسقط قيمتها واعتبارها، أما ذاك كان ذهب، يعني الدينار إلى قيمته ما تسقط قيمته، دينار من ذهب والدرهم من فضة، إذن لها قيمة. فهكذا المؤرخ يقول: عجبنا لمن تصله صرر موسى ابن جعفر ثم يشكو الفقر بعد ذلك. قد إذن هذا العطاء اللي كان يعطيه الإمام سلام الله عليه، عطاء خير الصدقة ما تركت غنى، خير الصدقة ما تركت شنو؟ غنى. زين، واحدة من تلك المصادق للإمام سلام الله عليه أنه دخل على رجل كان صاحب مزرعة، وجده الإمام متكئب، قال له: ما بك؟ قال له: أنا زرعت زرعت قرع وقثاء، وقبيل الحصاد هجم علي الجراد فأصبح زرعي كالحصيد. انتهى احترق كله. وقال له: أنا أموال هذه الزرع مستقرضها، استقرض 120 دينار مع جملين، والآن أصبحت لا من الزرع ولا من المال. الإمام سلام الله عليه قال: ما عليك، الجملين يوصل لك، وهذه صر فيها 150 دينار، وال30 هو قيمة ما تربحه من هذا الزرع. قال 120 وانطاه 30 المن، وانطاه 30 دينار التي هي شنو؟ ربحه. وهذا هو العطاء سلام الله عليه. فينفق مع أنه تدري يعني
الأئمة سلام الله عليهم صحيح أن الدنيا كلها تحت أيديهم، ولكن كان أغلبهم يعملون، كانوا كثير، لكن كانوا ينفقون في حالة يعني حال اللي عندهم أموال أو ما عندهم أموال، كانوا ينفقون في السراء وفي الضراء. يعني عندما يكون عندهم المال ينفقون، وعندما لم يكن عندهم المال أيضا ينفقون سلام الله عليهم. وهذه هي صفة الكريم. الكريم إخواني مو ينفق فقط عندما يكون عنده مال، هذا مو كريم. اللي عنده مال وينفق نعم، ولكن الكريم الحقيقي هو الذي ينفق سواء أكان في سراء أو كان شنو في ضراء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم شنو، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كانوا يطوون ليلتهم جياع. أصحاب هذه الآية أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين وفضة، نعم، وكانوا يعطون طعامهم إلى أولئك السائلين. إذن هو هذا الإنفاق في السراء وفي الضراء. تعال معي والعافين عن الناس يعفون. الإمام سلام الله عليه لما ذاك الذي كان يتعرض إلى السيدة فاطمة سلام الله عليها من أولاد عمر أو من أحفاده، يعني كان يتعرض، وأراد أصحاب الإمام سلام الله عليه قتله. الإمام قال لهم ما عليكم. وين هذا؟ قالوا له هذا عنده مزرعة خارج المدينة. الإمام سلام الله عليه راح إلى مزرعته فصاح به، قال له لا تخرب علي زرعي. الإمام كان متلثم متنكر، وصل إليه قال له كم غرمت على زرعك؟ قال كذا. قال كم ترجو منه؟ قال لا أعلم الغيب. قال قلت لك كم ترجو منه؟ يتوقع ايش قد انت، ما قلت لك. يقول قال لي كذا 200 دينار. شال للإمام 300 دينار وقال له زرعك لك. تعجب. سبق الإمام سلام الله عليه إلى المسجد وأخذ يصدح بمدح أهل البيت عليهم السلام، يصدح بمدح أهل البيت عليهم السلام. فالتفت إليه أصحابه قال له صار بيك؟ شنو اللي خلاك تنقلب هذا الانقلاب؟ قال لهم عفو هذا الرجل عني، عفو هذا الرجل عني وكرمه إلي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالتفت الإمام إلى أصحابه قال أيهما أفضل، ما أردتم أن تفعلوه أو ما فعلتم؟ إخواني اللي بمجال للهداية كن نسعى إلى هدايته، كن نسعى بكل ما نتمكن إذا أكو مجال للهداية، لأن وظيفتنا هداية الناس. ما عندنا عداء مع أحد أبدا، ما عندنا عداء مع أحد أبدا. بدنا كل الناس أن تكون على طريق الخير يعني، لكن بشرط أن لا يظهر لك العداء، أن لا يظهر لك روح الانتقام. بعض واحد تتعامل وياه ويريد ينتقم منك، ما يريد يخليك على وجه الأرض، يعني هذا خب بلا شك إلى تعامل آخر. ولكن اللي إلى قابلية للهداية كن نسعى إلى هدايته. ما عندنا حساسية مع أحد أبدا، ولا مع بشرة من ألوان بشرات الناس أبدا، ولا من جنس ولا من أبدا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وهكذا هذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وديدن أهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسن سلام الله عليه لما شاف ذاك الرجل الشامي المعبأ حقدا على أهل البيت عليهم السلام، الإمام قال له: كأنك غريب، إذا كنت جائعا أشبعناك، إذا كنت فقيرا أغنيناك، إذا كنت محتاجا أعطيناك. استغرب من أسلوب الإمام سلام الله عليه، هو يسب الإمام والإمام يقابله بتلك الأخلاق. قال: دخلت إلى المدينة وأنت وأبوك أبغض الناس إلي، ولكن الآن أنت وأبوك أحب الناس إلى قلبي. اللي بمجال الهداية احنا كن نسعى إلى هدايته. هذا ديدن أهل البيت، هاي مدرسة أهل البيت، ما بيها روح الانتقام أبدا. اللي بقابلية للهداية نسعى إلى هدايته. والله يحب المحسنين بعد أكثر. الإمام سلام الله عليه كان الكاظم، روحي له الفداء، اللي نعيش الليلة ليلة الإمام الكاظم، يقولون إذا سمع الإمام، يا ريت من هاي الخصلة ناخذ شوية مو كاملة، إذا سمع الإمام سلام الله عليه واحد يسيء إليه، يقول: بعث إليه صرة، بعث إليه عطيه. إذا سمع واحد يحكي عليه، يغلط عليه، يسب عليه، يشهر به، أسألك بالله إيش قد من عندنا يستطيع أن شنو؟ أن يسيطر على نفسه ويقابل الإساءة بمن؟ بالإحسان. إيش قد من عندنا. وهذا خلق أهل البيت عليهم السلام. يقولون إذا الإمام سلام الله عليه سمع أحدا يسيء إليه بعث إليه بصرة، يبعث إليه بهدية. وترى نقدر وحقك نقدر، لكن ليمتى؟ يقولون هذاك واحد ابن الهياج هذا قال لهم: أنا أريد أذي الإمام. الإمام كان عنده بغلة معتز بها، فرس معتز به، وكان يقود الإمام، اجى تعلق بركابها ودعاها، ويعرف هذا يريد يأذي الإمام سلام الله عليه، قال لها: خذها فإنها لك. ايش قد من عندنا الآن نستطيع يعني بهذا الشيء. إخواني، علما ترجع، الله يحب المحسنين والعافين، ترجع إلى كظم الغيظ. هذا اللي هو محور حديثنا في هذه الليلة، لأنها صفة الإمام الكاظم البارزة سلام الله عليه. إخواني، الكظم شنو؟ كظم الغيظ يعني السيطرة على مشاعرك. أنت كل إنسان هو عنده مشاعر وعنده أحاسيس، إذا استطعت أن تسيطر على هاي المشاعر الهايجة، إذا استطعت أن تسيطر عليها وتضبط إيقاعها، ذيك الساعة شنو أنت أصبحت كاظما للغيظ. وإلا ماكو واحد الآن كل واحد من عندنا لما يستفز بكلمة أو بموقف تصير عنده حالة ردة الفعل، لكن اكو واحد يترجم هذه إلى عمل. أما باللسان إذا يسمع من واحد كلمة يرد الكلمة بيش؟ ب10. وبعضهم يقول: والله اللي يرشني بماء أرشه شنو؟ بدم. مو هيجي؟ إذا واحد غلط عليه غلطة واحدة هو شنو يريدها؟ 10. يا ريت يريدها واحدة، يريدها شنو؟ يريدها 10. هذا في الواقع ما يعتبر كاظم للغيظ، لأنه ما مسيطر على شنو؟ ما مسيطر على جوارحه. أو بعد أكثر من ذلك يروح إلى الجوارح، يضرب أو يعتدي أو يصنع أمور بعد ما يمكن إصلاحها. يعني أنت الآن شوف حالات القتل وحالات
نعم حالات الاعتداء اللي تصير، هاي شنو تصير بسبب من؟ بسبب حالة الغضب التي تعتري الإنسان. الإنسان يغضب، هذا الغضب يتحول إلى غيظ، وهذا الفرق بين الغضب وبين الغيظ. الفرق بين الغضب وبين الغيظ أن الغضب بمشاعر الإنسان، الغيظ بالجوارح. ولذلك نحن لما نقول للسيدة الزهراء عليه السلام إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. يغضب لمن؟ الغضب حالة مشاعر تعتري الإنسان، أن يغضب بقلبه، يغضب نعم بمشاعره، لكن المفروض بالإنسان أن لا يحول هذا الغضب لمن؟ إلى فعل. إذا حوله إلى فعل أصبح شنو؟ أصبح غيظ، غيظ امتلأ غيظا. يعني لاحظ الإمام الكاظم سلام الله عليه إخواني تعرض إلى شتى أنواع الظلم، إلى شتى أنواع الظلم تعرض الإمام الكاظم سلام الله عليه، ابتداء من حكم المنصور العباسي اللي تقريبا 8 سنوات الإمام الكاظم عليه السلام عاش في حكمه. وتعرفون من هو المنصور الدوانيقي، المنصور الذي لم يرحم صغيرا ولا كبيرا، هم مجرم وفي نفس الوقت بخيل، هم مجرم لا تأخذه رحمة ولا رأف حتى على من شيدوا حكمه، حتى حتى على من شيدوا حكمه لم تأخذه رأفة ولا رحمة. هذا المنصور اللي عاش الإمام معه إلى أن وصل إلى هارون اللارشيد الذين تعلمون ماذا صنع بأهل البيت وبأتباع أهل البيت. هذا حميد بن قحطبة، هذا الرجل، هذا المجرم من أعوان هارون، هذا في ليلة واحدة يقول بعثني هارون وبيدي سيف ومفتاح. قلت له وين؟ قال لي تروح للمكان الفلاني، تفتح القفل وتنزل إلى سرداب، تجد مجموعة من العلويين، قدمهم واضرب أعناقهم. يقول رحت لقيت 60 رجل كل يقول من ولد علي وفاطمة. أنا مأمور من قبل هارون، يقول قدمتهم، آخرهم رجل كبير قد ذرف على 90، يقول قال لي بماذا تلاقي جدي رسول الله يوم القيامة؟ شو تقول رسول الله؟ يقول شوية تدري، يقول ردت أرق عليه، يعني يقول قلت أنا ذولي 59 كاتلهم بقت عليه، هو هذا يقول قدمت ضربت عنقه. بنى اسطوانات قصوره على جماجم شيعة آل محمد صلوات الله عليه. وهذا معروف، يعني معروف، هذا ديدن بني العباس. نعم نعم. حتى البعض يقول هاي الملوية لا تروحون تزورونها، ليش؟ لأنها بنيت بمن؟ بجماجم الشيعة. ودير بالنا اخواني، ندير بالنا، ترى وحقك هؤلاء لا رحمة عندهم أبدا، القوم أبناء القوم. دير بالنا، ترى متى ما عادوا عادت أفعالهم وجرائمهم. دير بالنا،
دير بالنا نكون حذرين جدا اخواني. والآن المؤامرة كبرى علينا، تحتاج حذر كبير منا، تحتاج نعم تفطن، تحتاج انتباه، تحتاج وعي، تحتاج إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. صحيح عندنا مصالح خاصة ربما تتضرر من هنا أو هناك، ولكن هناك مصلحة عامة يجب أن نحافظ عليها. انتبهوا إخواني، القوم أبناء القوم يذبحون بلا رأفة ولا رحمة. قلت لك هذا حميد بن قحطبة قدم 60 علوي في ليلة واحدة ويذبحهم بالسيف، وغيره من النماذج التاريخ. زين، في مقابل هالجرائم الكبرى ومقابل هالسلاطين المتجبرين المتكبرين المتغطرسين، الإمام سلام الله عليه الإمام الكاظم يعتبر أطول إمامة من أئمة أهل البيت هو إمامة الإمام الكاظم 35 سنة. إمام الكاظم سلام الله عليه أطول إمامة هي إمامة الإمام الكاظم 35 سنة. استطاع الإمام بهذه الخصلة، خصلة كظم الغيظ، أن يفوت الفرصة على الأعداء. قد حاولوا من المنصور إلى كل الذين جاءوا إلى سدة الحكم من بني العباس، وحاولوا أن يستفزوا الإمام لكي تكون لهم ذريعة للتخلص من الإمام سلام الله عليه. لكن الإمام بهذه الصفة، صفة كظم الغيظ، استطاع الإمام أن يفوت كل هذه الفرص. ولذلك أنت مو دائما، شوف احنا دائما لما يصير حدث نتفاعل مع الحدث، نصيح ليش ما هذا يقتل، ليش ما هذا يضرب، ليش ما هذا كذا، ليش ما فالنتيجة هو العدو يريد يوصلك إلى هاي النتيجة. العدو يريد يوصلك إلى هاي النتيجة، أنت على مود شنو؟ تكون له ذريعة في أن يقتص منك. لاحظ الإمام سلام الله عليه الكاظم روحي له الفداء، قد ما حاولوا الحكام الظلمة الجبابرة أن يستفزوا الإمام سلام الله عليه، لكن الإمام روحي له الفداء لم يستفز، لأن عنده هدف أسمى. الإمام سلام الله عليه يريد يبني القواعد الشيعية بناء صحيحا، يبني الجماعات الصالحة التي أخذت على عاتقها مذهب أهل البيت، وإلا لو قتل أهل البيت وقتل شيعتهم لما وصل إلينا مذهب أهل البيت. شلون وصل؟ غير عن طريق الرجال الذين ربوهم أهل البيت. الإمام شلون سلام الله عليه؟ علي بن يقطين واحد من هؤلاء ودى للإمام سلام الله عليه، ودى للإمام روحي له الفداء، ودى عباءة أهديت له، أهداها له هارون، عباءة حلوة جميلة مطرزة، فاشتهى بعد أنه شيء حلو أنت لمن تهدي، بعثها للإمام سلام الله عليه. الإمام وبعض الهدايا، الإمام قبل الهدايا البقية ورجع إلى هاي العباءة، قال له احتفظ بها يأتي يوم تحتاجها. اكو جماعة وشوا علي بن يقطين، قالوا ترى هذا علي بن يقطين عنده علاقة مع الإمام الكاظم ويودي له هدايا، ومن ضمن الهدايا التي وداها إليه ودى له العباية اللي هديتها إلى أنت. ودع على علي بن يقطين، قال له ما تريد حضرة الأمير؟ قال له أريد العباية اللي أنا هديتها إليك. راح جابها بختمها، الإمام رجعها إليه. قال له ما الخبر؟ قال له مو أوشي لي أنت بعثتها لمن؟ إلى الإمام. إذن هذا كله من أجل المحافظة على من؟ نعم. لذلك هاي صفة كظم الغيظ مهمة إخواني، نحتاجها دائما. كل علاقاتنا بالبيت أنت تحتاج كظم الغيظ إذا تريد على كل قضية. نعم، الأسرة كلها
أمورها تتخربط. كذلك بالعمل، كذلك في كل شيء نحتاج إلى كظم الغيظ. قال الباقر عليه السلام: من كظم غيظه ملأ على أمر وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. بهذه الإمام سلام الله عليه استطاع روحي له الفداء أن يسير الأمور وأن تجتمع عليه الناس. ولهذا هارون ما استطاع أن يصبر على الإمام، رغم أن الإمام كان كاظما لغيظه ما يستفز، لكن كانت الوشاة توشي بالإمام سلام الله عليه حتى استقدموه. لكن شلون استقدام؟ واقعا يتألم الإنسان. يقول الإمام: كان يصلي عند قبر جده المصطفى. قال لهم: جيبوه بالحالة التي تجدونها عليه. يقول الإمام: كان يصلي فقطعوا صلاة الإمام، قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهر كامن الأحقاد. يقول لما قطعوا عليه صلاته الإمام تألم. يقول: فدمعت عيناه، لأن يدري هذا هو الوداع الأخير إلى قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول: دمعت عين الإمام ثم قال: يا جداه يا رسول الله، انظر ماذا يصنع بذريتك. ثم أخذ بتلك الحالة وأودع في السجن في البصرة. أول سجن كان في البصرة عند عيسى ابن جعفر. لكن عيسى ابن جعفر شاف من صلاح الإمام ومن صلاة الإمام ومن عبادة الإمام ما تحمل أن يبقى، فكتب إلى هارون قال له: إما أن تفرج عن موسى ابن جعفر أو تأخذه من سجني، بعد ما أقدر أتحمل أن يبقى موسى ابن جعفر في سجني. وفعلا آجركم الله أخذ إمامكم إلى بغداد. لكن شلون أخذ مقيدا بالحديد. الحديد برجلي إمامكم وبيدي إمامكم. أودع في سجن الفضل بن الربيع. يقول: في يوم من الأيام هارون كان يزور السجن وينظر من فوق، يشوف ثوب ملقى على الأرض. كل ما يزور السجن وينظر يشوف ثوب. فسأل الفضل بن ربيع قال له: هذا الثوب شنو؟ كل ما انظر أشوف هذا الثوب. قال: هذا ليس بثوب. قال: إذن ما هذا؟ قال: هذا موسى ابن جعفر. قال له: إلى حالة هذه حالته، له سجدة يسجد من بعد صلاة الفجر ولا يرفع رأسه إلا عند صلاة الظهر. قال: أما أنه من رهبان بني هاشم. قال: إذا كان كذلك خلي عن سبيله. قال: لا والله لا بد من ذلك. آجركم الله أرباب العزاء. وهكذا إلى أن أودع إمامكم في سجن الطاغية السندي بن شاهك، وكان شديد البغضاء لأهل البيت والعداوة، فأودعه في سجن في طامورة لا يعرف منها الليل والنهار، بسجين والسند بن شاعك السجايان
السجايا عليق بكل وقت مغلق البيبان، تم سنين للوادم ولا بان، ما يدرون عدل لو مسجون. عاجركم الله أرباب العزاء. أريد الليلة أريد الليلة شوي يجيز قلبك يقول بهاي الطامورة كانت هناك فتحة إذا ضاق على إمامكم السجن جاء إلى هذه الفتحة مويه ليشم بعض الهواء، فلما يحس به هذا الطاغية يلطمه على وجهه. أين الصارخون وإماما؟ أيوا سيدا أيوا مظلوم أيوا سيدة. أي والله، لكن هاي اللطمة هي مو أول لطمة، هاي اللطمة تذكرنا بذيك اللطمة التي لطمت بها أمه فاطمة. نعم، هذه اللطمة هي فرع من تلك اللطمة التي لطمت بها سيدة النساء فاطمة. وهكذا بقي إمامكم في ذلك السجن يعاني أشد أنواع العذاب والآلام. إن شاء الله إخواني غدا على العادة يأتي تفصيل المصيبة بالكامل، مصيبة وفاة الإمام، لكن أجركم الله قضى إمامكم نحبه في هذه الطامورة ورجليه مثقلات بالحديد. أي رحم الله من نادى وسيدا أيوا كاظمة يا أيوا غريبة يا بعد أن سقي السم إمامك يا أويلي صدق مسموم والنات شديدة. إمامك مسموم، إمامك ساعة يخضر جسمه ساعة يحمر جسمه، يتغير ألوان الإمام، لأن السم الذي سقي به الإمام كان سما شديد الفعالية. صدق مسموم والنانت شديدة، لكن ما واحد على اختشال يده. نعم، عائلة الإمام أريد أنقلك عائلة الإمام مكرمة مصونة، لكن ما واحد على اخته شال يده، ولا عنده طفل قطعة وريده. هلا بهالدمعة، الله يقضيها لحاجتك إن شاء الله بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. اي والله، ولا عنده طفل قطعة ورده، وبعد ولا يم النهر طايح عضيده. نعم، هذا منو اللي قطعه وريده، ومنو اللي اخوه يم النهار، ومنو اللي اختشى ويدهم عليها. ذاك سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين، لا يوم كيومك يا ابا عبد الله.
نعم جت زينب تقول اخويا وين اللي يوجعك دليني. سيدي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، لا اخت شافت جسمك حمار او صفار او خضار، ها لا عندك اخت شافت الحديد بديديك ورجليك، لكن تعالوا وياي خل نشوف زينب شلون شافت الحسين. زينب مشت للحسين تقول اخويا وين اللي يوجعك دليني، انا ما وجد رماد الخيم عاميني. يقول زينب جيبي لي وصله من الخيم حطيها جواي، خويا انا ظهري احترق من الرمل، انا ظهري احترق من الرمل ما ريدن الماي. عقب عباس العطش جد حيله ويا ماي، تقول انا طريت الزلم والخيل والنار وجيت اشوف الصار ما صاير، لقيتك مترب معفر على وعار. هالبيت يعلم كل غيور، ها خويا وخدك عالرمل وادر الرمل حار. وقعدت زينب يمه سلام الله عليها تقول له يا ابن امي ويا جلعة حماي، خويا ابو علي خويا مردد قلبي بنومتك، والله خويا يا من تشيلك بيمناي تقدر ترد للخيم ويا ماي، والله حتى اسمع اطفالك يا رجواي، والله تنادي وتبرد جمرة غشاي. شو تنادي يا زينب؟ والله تنادي هذا ابونا من الحرب جاي. قالها يا زينب يا خويا شلون ردتي وبعين جنتي صار شفتي، والله شفت السهم ما رد شفتي. زينب بيت الدعاء تريد تقوم تروح للمخيم، لكن عندها كلمة مع الحسين، اسمع بالله كلمتها واطلب حاجتك والله يقضي حاجتك. تقل عندي وياك كلمة ورايد احكي، اي والله احكيها واذا صعب عليك اسكت واخلي. زينب احكيها شنو حكايتك؟ تقول اخويا الاخت وين تروح من روح والي. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارعات تحط الرحال. وإن شاء الله غدا صباحا إن شاء الله 10:30 إن شاء الله نقرأ مقتل الإمام سلام الله عليه، والنعش إن شاء الله بعد للصحن الشريف نواسي ونعزي مولاتنا وولية نعمتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. ارفعوا أيديكم بالدعاء جزاكم الله خير. مجلس باب الحوائج مسلم باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لولينا الفرج والعافية والناصر. اللهم اجعلنا من مقوية سلطانه. اللهم اجعل قلبه الشريف راضيا عنا. اجعلنا ممن يدخل السرور على قلبه. اللهم اجعل عزاءنا بكاءنا. اللهم سلوة لقلبي الطاهر يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعل المؤمنين من بينهم سالمين غانمين. اللهم احفظ هذا البلد من شرور الأعداء. اللهم احفظ حماته يا رب العالمين. اللهم من أراده بسوء فأرد. اللهم واكرد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. واحفظ بلاد المسلمين والمؤمنين في كل مكان. اللهم من حضر مجلسنا هذا من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم يسر أمورهم شافي وعافي مرضاهم ومرضانا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا وإياهم من مجلس مولانا موسى ابن جعفر إلا وأنت راض عنا وغافر لنا خطايانا. القائمون على هذا المكان المقدس حاضرون المؤسسون الباذلون تقبل منهم ومنا هذا القليل. إلى أموات الجميع من مات على الإيمان شهداءنا الأبرار من مضى من علمائنا من مضى من خدام الحسين من لا ذاكر يذكره. رحم الله من أهدى إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.